تخيلوا معي يا إخوتي، كنا ننتظر ليلة فرح، ليلة يرفع فيها أشرف حكيمي راية المغرب عاليا، فإذا بنا نصحو على خيبة كبيرة. نهائي كان من المفترض أن يكون لحظة فخر لكل بيت مغربي، لكل عائلة تابعت رحلة حكيمي لحظة بلحظة، لكن الهزيمة جاءت قاسية، والانتقادات نزلت كالمطر، والحلم اهتز. فما الذي حدث؟ ولماذا تحول الأمل الكبير إلى صدمة؟ وماذا يعني هذا السقوط في سباق الكرة الذهبية؟ تعالوا نحكي معا بهدوء وصدق، كما تجتمع العائلة لتناقش أمرا يهمها. فالقصة ليست فقط عن كرة القدم، بل عن حلم مغربي كبير واسم نحبه جميعا. عميد أسود الأطلس أشرف حكيمي كان حاضرا في واحدة من أكثر المباريات المنتظرة هذا الموسم، نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي. مباراة كانت محط أنظار العالم، ليس فقط بسبب التنافس، بل لأنها كانت تمثل تتويجا لموسم استثنائي للفريق الباريزي. لكن ما حدث على أرض الملعب كان عكس كل التوقعات. النتيجة ثلاثية نظيفة لصالح تشيلسي، الأداء كارثي من جانب باريس سان جيرمان، والأثر صدمة كبرى على المستوى الإعلامي الفرنسي بل الأوروبي. الصحافة الفرنسية المعروفة بصرامتها لم ترحم باريس سان جيرمان. فوت ميركاتو قالتها بصراحة: تم سحق باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي بعد سيناريو كارثي. أما ليكيب فجاء عنوانها صادما: تشيلسي يحبط آمال باريس في أن يصبح بطلا للعالم. ووصل الأمر بجريدة يورو سبورت إلى القول: الموسم المثالي لباريس سان جيرمان انتهى هنا. كل هذا الضغط الإعلامي لم يكن على الفريق فقط، بل انسحب مباشرة على النجوم، وعلى رأسهم أشرف حكيمي. فالكل كان ينتظر منه لمسة حاسمة، تمريرة ذكية، لقطة تحسم بها القمة، خصوصا أن الكثيرين كانوا يرونه منافسا قويا في سباق الكرة الذهبية بفضل أدائه الكبير هذا الموسم. لكن الهزيمة غيرت الكثير، بل حتى جمهور باريس لم يتقبل النتيجة. الصحافة قالت: إذلال باريس يتسبب في فوضى في شوارع العاصمة. النهائي تحول إلى ليلة باهتة تبخرت فيها أحلام الجماهير بلقب عالمي. بعض المشجعين حتى أغلقوا شاشاتهم بعد الهدف الثالث لتشيلسي، وتروا متابعة هواتفهم بدل الاستمرار في حلم انهار أمام أعينهم. ومع هذه الصورة القاتمة تتراجع فرص أشرف حكيمي إعلاميا في سباق نحو الكرة الذهبية، ليس لأنه لم يكن حاضرا، بل لأن السباق كله كما نعلم ليس رياضيا فقط، بل إعلاميا ترويجي وتنافسي على مستويات أخرى. ومع ذلك هناك ما يدعو للتفاؤل. وفي النهاية يا إخوتي، قد يخسر الفريق مباراة، وقد تهتز الصورة للحظة، لكن الأحلام الكبيرة لا تموت بسهولة. أشرف حكيمي ما زال ذاك الفتى الذي رفع رأسنا في أكبر الملاعب، وما زال الأمل فيه كبيرا. صحيح أن الطريق نحو الكرة الذهبية أصبح أصعب، لكن ليس مستحيلا. ففي كل بيت مغربي هناك من يتابع حكيم بمحبة وفخر، وفي كل قلب دعوة صادقة أن يرى أحد أبناء الوطن في أعلى المنصات. فلنقف معه بالكلمة الطيبة وبالدعاء، فالرحلة لم تنتهي بعد، وما زال في جعبتنا الكثير من الفخر. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.